السلام عليكم. هو بصحيح المسلسلات التركية زي حلم أشرف وتحت الأرض وهذا البحر سوف يفيض كلها هتنتهي؟ اللي يقولك كده على ضمانت انا اقول له بس يهبل. طبعا مسلسلات يوم الاربعاء والخميس والجمعة في الدراما التركية كلها توقفت بسبب حداد لمدة 3 ايام تركيا كلهم، بسبب ان في طالب كده صغير دخل المدرسة بتاعته مدرسة ابتدائية وضرب فيهم نار كده كلهم، ادى الى قتل بعض الاشخاص واصابة البعض. كانت اصابات كتيرة موجودة وده عمل بلبلة كبيرة جدا في الصحافة وعمل ضجة، وطلع بقى صحفيين. وفي كل دولة كده بيبقى دايما في صحفيين يعني ايه بقى، مش هناخد سيئات احنا دخلنا في الاشهر الحرم، فطلعوا قعدوا بقى يطالبوا بان انت توقف المسلسلات وان المسلسلات دي كلها هي سبب الفوضى وي 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 وي. وعلى اساسه تمام الرقابة التركية خدت قرار بتقليل مشاهد العنف في المسلسلات، تقليل مشاهد العنف في المسلسلات. طيب ايه اللي هيحصل بقى في الحلقات اللي جايه من المسلسلات دي؟ لان فعلا يعني حب مسلسل تحت الارض غيروا الاعلان، شالوا مشهد مثلا قتل دونشيشي او محاوله قتله دي من الاعلان. هل يا ترى ايه اللي هيحصل؟ وهل يا ترى بقى المسلسلات دي هتتاثر؟ زي ما قلت لك كده، اللي يقول لك ان المسلسلات دي هتقف وهيلغوها قول له بس يهبل، لان دي صناعه وده اقتصاد ودي حاجات بالملايين وصناعه بالملايين بتضر على الدوله بملايين كده فلوس وفي الاقتصاد، فمستحيل مستحيل ينهوها ولا يلغوها نهائي. اخرهم هو التقليل، والتقليل ده لمدة حلقة واحدة بس. الهوجة كده كده الموضوع ترند هينام طبعا، ربنا يرحم الناس. انا مش بقلل من يعني مش بقلل من الحدث ولا بعمل اي حاجة خالص، انا بتكلم في نقطة معينة وهي نقطة الالغاء من عدمه. هو معروف بكده، اي حاجة بتطلع ترندها الترند بينام خلاص ولا كأن حاجة حصلت، وهيغيروا النظام وهيغيروا كل حاجة تاني وترجع كل حاجة زي ما كانت، لان يعني ذاكرة العوام ذاكرة سمكية زي ما بيقولوا. اخرهم ايه 3 4 ايام وكله بينسى وبيجي حدث تاني، الحدث التاني ده بينسي الحدث اللي قبله وهكذا. فانت عندك الحلقات اللي هتتأثر بتقليل العنف وبالتقليل ده اخرهم حلقة حلقتين بالكتير قوي قوي، وهيرجع تاني الموضوع طبيعي وعادي جدا ولا كأن حصل اي حاجة خالص، لان زي ما قلنا دي صناعة بتدي بالملايين، والمشاهد دي والاكشن ده مطلوب في المسلسلات دي لان هو اساسها كده اصلا يعني. فما تقلقوش مفيش مسلسلات هتنتهي ولا اي حاجة، والتقليل ده يبقى الحلقة حلقتين وهيرجع تاني زي ما كان. ده يمكن اصلا مش هيعملوا تقليل ولا حاجه، هو حته تعديل الاعلانات دي بيمتصوا بيها غضب الهوجه او غضب الترند، وبعدها هيرجع تاني الاحداث زي ما هي وخلاص يعني. وكده كده اصلا من الاساس الولد والطفل في التحقيقات لا مهتم بالمسلسلات ولا بيتفرج على مسلسلات خالص. ده التحقيقات اثبتت اصلا هو كان بيلعب لعبه معينه ولسه ما زال جاري، لكن ملوش اي علاقه بالمسلسلات. فمش المسلسلات اللي بتدمر قيم المجتمع زي ما بيقولوا والنهايه هي السبب في ان الطفل ده قتل والحاجات دي، هو بس الهوجه اللي موجوده دي، وهيقل المشاهد مؤقتا ويرجع تاني زي